صباح الخير. نظمت جمعية الطيب الإدريسي للأعمال الثقافية والاجتماعية برئاسة السيدة فاطمة الزهراء شلاف ندوة ثقافية وعرس جماعي لصالح الأيتام في المدينة الجميلة، المدينة البيضاء تطوان، التي تعرف بالحمامة البيضاء. طبعا بحضور صحفيين وفنانين وكتاب ومثقفين من داخل المغرب ومن خارجها. تحياتي الخالصة لك أستاذة فاطمة الزهراء، شكرا لدعوتي لحضور هذه المناسبة. أعتذر لعدم تمكني من الحضور لأسباب شخصية، وإن شاء الله أكون بين أهلي وناسي في المغرب الحبيب قريبا بإذن الله. أشكرك على هذا المجهود الجبار حيث تابعته عن بعد، خاصة ما يتعلق بالعرس الجماعي، فأنت تساهمين والجمعية أيضا بحل مشاكل عديدة للشباب، مشكلة العنوسة وأيضا الوضع الاقتصادي لعديد الناس الذي لا يمكنهم حقيقة من الارتباط والزواج وتكوين أسرة. جزاك الله خيرا وشكرا لك على هذا المجهود، ودمتي بخير. محبتي.